هل يعقل ربي يصيفط لك رزقك وانت ما تمشيش تاخذه؟ هل يعقل؟ هو في الحقيقه يعقل. وهذه المساله كنلاحظها عند بزاف ديال الناس، انهم راه عندهم واحد الرزق وما تيمشيوش ياخذوه. كيفاش؟ اقل حاجه لي دوسي ديال المرضى تيكونوا تيمرضوا، تيخصهم يعمروا الدوسي باش يدفعوه باش ياخذوا فلوسو، تيعكسوا عليه ما تيمشيوش يحطوه. فهنايا هما راه كاين واحد الرزق اللي يمشيو ياخذوه وما تيقدروش انهم يمشيو ياخذوه، وهذا الرزق اللي هو باين. بهذه الطريقه الواحد كيتبرمج على انه غير مستعد نهائيا انه ياخذ الرزق واحد اخر، حيت الا انت ما مشيتيش خديتي هذا بعدا اللي باين. هل يعقل انه يبان لك واحد الرزق اللي مازال ما باينش واللي خاصك تمشي تقلب على فرص باش تزيد من المدخول ديالك؟ فاول حاجه الواحد الا كان عنده رزقه باين في واحد البلاصه يمشي ياخذ بالاسباب باش يمشي يحط هذاك الدوسي، ياخذ بالاسباب باش هذاك المدخول يجي. وهنايا راه كنلاحظ هذه القضيه عند بزاف ديال الناس، واللي كيتشكاو اللي كيقولوا لك راه عندنا مشكل مع الفلوس، راه الفلوس كتدخل وكتمشي، راه عندنا داكشي حدو قدو. فما كاينش المشكل فانه حدو قدو، ولكن اصلا الواحد راه مازال ما كيستغلش هذوك الفلوس اللي عنده وما تيمشيش ياخذ الرزق اللي ربي سبحانه وتعالى مصيفطو ليه. فنتعلموا اننا نمشيو ناخذوا رزقنا، ماشي نبقاو نتشكاو ونقولوا لا راه ما كيبقى ليا والو، ولكن نعرفوا انه راه حنا اللي كنبرمجوا ريوسنا بشكل اللي حنايا ما حاسينش به. واش كنت صافقين؟